بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل أهلنا وحبايبنا. أنا أحمد خالد وده برنامج خليك في الملعب. معانا أخبار وتفاصيل ومواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها ونتناقش فيها بمنتهى الدقة والموضوعية. بس قبل ما ندخل في التفاصيل يا صديقي العزيز، بعد إذنك لو جالك الفيديو دعمني بلايك وشير واشتراك في القناة، وكمان فعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني إن أنا أقدم المزيد. كمان ما تنسوش أهم حاجة إنكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. اول موضوع معانا عن لاعب الفريق روجر ايبينيز. الهلال فتح خط تفاوض مع اللاعب ومع الاهلي علشان يستعير اللاعب في كاس العالم للانديه. طبعا انتوا عارفين ان كاس العالم للانديه بقيله حوالي اقل من اسبوع، والهلال عايز يتعاقد مع لعيبه كتير عشان ينافس في كاس العالم للانديه، بس كان رد الاهلي واللاعب بالرفض القاطع، ورفضوا اي مفاوضات من اجل ضم اللاعب على سبيل الاعاره. الموضوع اللي معانا بعد كده عن ماكسيمان زي ما حضراتكم عارفين كان معار الى نادي فنربخشة التركي. لعب معاهم 20 مباراة من أصل 36 مباراة في الدوري، سجل فيهم 4 أهداف وعمل 3 أسيستات بتقييم عام 7.3. حاليا إعارة ماكسيمال إلى نادي فنربخشة التركي انتهت، واللاعب المفروض يعود إلى الأهلي. في بعض العروض الشفهية للاعب لإعارة اللاعب من أندية محلية وأندية أوروبية. إدارة النادي مستنية العروض الرسمية علشان تتناقش في الموضوع، بس في توجيه لدى إدارة النادي بالاستغناء عن ماكسيمان. أنا من وجهة نظري أفضل الاستغناء عن ماكسيمان لأن جالينو أفضل منه بكتير. الموضوع اللي معانا بعد كده عن علي بجرشي. طبعا كلنا عارفين إن علي هيدخل الفترة الحرة خلال شهرين، والأهلي كان قدم أول عرض لعلي بس علي رفض العرض، والأهلي قدم تاني عرض لعلي برضه علي رفض العرض، وطلب الحصول على 10 مليون ريال سعودي سنويا. أنا من وجهة نظري حصول علي على 10 مليون ريال سنويا هو مبلغ مش مبالغ فيه، خصوصا بعد الأداء الرائع اللي قدمه علي مع المنتخب والاداء الرائع اللي كان بيقدمه علي مع الاهلي الموسم الماضي خاصه في النخبه. الموضوع اللي معانا بعد كده عن تدعيمات الاهلي الجديده وتعويض رحيل غابري فيجا. الاهلي وضع مورجان وايت كخيار اساسي لتدعيم خط الوسط وتعويض رحيل غابري فيجا. تعال اقول لك مين اللاعب وايه ارقامه. اللاعب انجليزي الجنسيه وعنده 25 سنه، بيلعب حاليا في نادي نوتنغهام الانجليزي. لعب معاهم 34 مباراه في الدوري، سجل فيهم 7 اهداف وعمل 8 اسيستات بتقييم عام 7.3. الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب من شهر مايو الماضي، بس اللاعب رغبته الأساسية البقاء في أوروبا بشكل عام وفي الدوري الإنجليزي بشكل خاص. الأمور ممكن تتحل لأن وكيل أعمال اللاعب هو وكيل أعمال إيفان توني لاعب الأهلي الحالي. الأهلي لو نجح في التعاقد مع اللاعب هيكون مكسب كبير للأهلي، وهيكون تحول كبير للأهلي على الصعيد الهجومي، ده غير إن طريقة اللاعب وأدائه في الملعب بتتوافق مع خطة وفكر ماتياس. أتمنى الأهلي ومسؤوليه يقدروا يقنعوا اللاعب ونشوف اللاعب في الموسم الجديد مع الأهلي. في النهاية كل التوفيق للأهلي فيما هو قادم. يعطيك ألف عافية أخي الكريم. بعد إذنك لو جالك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. أنا أحمد خالد وده برنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.